الأهلي يفوز على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مباراة كانت في شوطها الأول رائعة من النادي الأهلي، ولكن في أحداث الشوط الثاني الأهلي يمكن ما كانش بالخطورة بتاعة الشوط الأول. وبأمانة بتروجيت لعب مباراة رائعة في خلال أحداث الشوط الثاني، وكان قاب قوسين أو أدنى من التعادل مع النادي الأهلي بنتيجة 3-3. وعايز أتكلم إن الشوط الأول شهد العديد من الفرص للنادي الأهلي. يعني إمام عاشور ضيع، طاهر ضيع قدام المرمى، وسام ابو علي ضيع هدف محقق، بن شرقي. وبصراحة حارس بتروجيت تألق في المباراة وأنقذ العديد من الأهداف. لولا هذا الحارس لكانت النتيجة كانت هتبقى ثقيلة على فريق بتروجيت، يعني خمس ست جوان في الشوط الأول. الحارس تألق، والقائم أو العارضة شالت كورة. ويعني كانت في مجمل أحداث الشوط الأول المباراة بشكل عام كانت مفتوحة من الفريقين. المباراة بتتلعب على مصراعيها، النادي الأهلي بيحاول العودة، النادي الأهلي بيحاول، اللعيبة تقول احنا شخصيتنا موجودة بعد عملية التغيير وكولر والأجهزة الفنية والكابتن عماد النحاس. ففي فعلا استفاقة هناك في فريق النادي الأهلي، ولكن كان في مسلسل إهدار الفرص موجود، مسلسل ضياع الأهداف المحققة موجود. نسميها مباراة الفرص الضائعة. الشوط الثاني بتروجيت لعب كويس جدا. كان ممكن يتعادل مع الأهلي 3-3، يعني لولا ستر ربنا. هدف طبعا لإمام عاشور بعد الرجوع للفار. وفعلا هو الهدف من وجهة نظري طبعا الهدف كان فيه هناك دفع بكوع او امام عاشور في الكوره والكوره. وايضا كان هناك ضربه جزاء لبتروجيت، وضربه الجزاء بالمناسبه ايضا هي ضربه جزاء صحيحه على رامي ربيعه اللي دخل في كوره ملهاش اي لازمه. رامي بيدخل بطريقه عنيفه في الفتره الاخيره، حتى في المباراه دي اكتر من كوره رامي ربيعه بتدخل بطريقه ولا اعنف. انا شايف ان مدافعين النادي الاهلي مش على المستوى المطلوب. محمد هاني يعني انت ما بتدافعش كويس. كوكا طبعا يعني مش عارف، كوكا عنده مشكلة في التغطية، وعنده مشكلة في ان هو يلعب في المناطق الدفاعية. اعتقد انه مش مركزه ومش مكانه، ودي نقطة كان كولر بيلعبوا فيها وما نجحش. وقبل كده حتى برضو لعب تقريبا مع موسم يعني ما نجحش. يعني يعني كوكا مش موهوب قوي في الحتة دي، والاهلي محتاج حد في الدفاع كويس جدا. الاهلي محتاج تركيز. لعيبه المدافعين ما كانوش على اتم استعداد وعلى اتم جاهزية. اعتقد ان كان في تكاسل في مدافعي النادي الاهلي، حتى المساندة من خط نص الملعب للمدافعين ما كانتش على الشكل الكويس. لكن بنتكلم على دفاع النادي الاهلي غير مطمئن. يعني مباراه بتروجيت ويدخل فيك هدفين في كام دقيقه، فمش احسن حاجه للاهلي. الاهلي هجوميا اعتقد ان عوده وسام ابو علي بالهدف، عودته للثقه وعودته للتهديف، هتكون هي نقطه ايجابيه لوسام في المباراه القادمه. طبعا جراديشار مهاجم هجام، مهاجم محترف، حط جون حلو قوي على الطاير كده على طول من اول مره، لا وقف ولا استنى، وكوره لا تصد ولا ترد. طبعا جراديشار مهاجم محترم، اللياقه البدنيه بتاعته ممتازه، عنده استعداد نفسي، والراجل بيشتغل على نفسه. وده واضح ان جراديشار تقريبا في 10 يعني لحد دلوقتي تقريبا مساهم في 10 اهداف مع النادي الاهلي ما بين الصناعة والتهديف، وده معدل رائع جدا. أيضا بنتكلم على إن بن شرقي بدأ إن هو ياخد جزء كبير من المباراة، وده اللي افتقده مع كولر للأسف الشديد. لاعب كبير المفروض يلعب دقايق كتير جدا ويلعب الماتش كله. شفنا طبعا برضو تواجد عمرو السولية في المباراة، وده شيء إيجابي. نشوف عمرو السولية، كنا نتمنى طبعا إن احنا نشوف علي معلول في المباراة، لكن إن شاء الله في المباراة القادمة نشوف علي معلول. مبروك للنادي الأهلي بقى، عودة الثقة تدريجيا واحدة واحدة. نتمنى بقى في المباريات القادمة، لسه هنشوف المدير الفني ولسه الكابتن عماد النحاس. الناس اللي بتتكلم ان هو تأثير الكابتن عماد النحاس على الفريق، وايه رأيك في اداء الكابتن عماد النحاس في اول مباراة ليه مع النادي الاهلي؟ الكابتن عماد النحاس راجل محترم ومدرب كبير، ونتمنى له طبعا التوفيق مع النادي الاهلي. ونحن في انتظار بقى المدير الفني الاجنبي اللي يعني هيتولى تدريب النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. ولا هنشوف الكابتن عماد النحاس هو اللي هيبقى مكمل الفترة دي ويتولى
الإدارة الفنية لحين التعاقد مع مدير فني. في الناحية التانية برضو بيراميدز استطاع ان هو يتغلب على حرس الحدود. نتمنى طبعا المنافسة تستمر لآخر الدوري. نادي الزمالك جاي في السكة برضو، ان اي تعثر للأهلي او بيراميدز ده في مصلحة نادي الزمالك ان هو يتقدم خطوة للأمام. وبيحاول كده ان هو يعني نادي الزمالك يزاحم الأهلي وبيراميدز. يا عالم في خلال الخمس مباريات القادمة ممكن نلاقي نادي الزمالك هو اللي بيحصل على الدوري. دي تبقى مفاجأة كبيرة جدا. ما بين الخناقه ما بين الاهلي وبيراميدز هوبا نلاقي الزمالك هو اللي خد الدوري. كل التوفيق بقى للانديه المصريه، والتوفيق طبعا للنادي الاهلي. يعني فرصه صعبه جدا للاهلي ان هو ياخد الدوري السنه دي. عدد المباريات المتبقيه قليل جدا، لكن الكره فيها كل حاجه، ودينا بنشوف يعني في المفاجآت اللي بتحصل في كره القدم.